أنا اتعودت كل يوم بالليل بعد ما أرجع من الشغل إن أقفل كل أبواب وشبابيك الشقة، بما إني عايش لوحدي. مش بس في الشقة، لا، العمارة كلها كانت فاضية، وبصراحة مش عارف السبب، مع إن العمارة كانت جميلة جدا والشقق واسعة وحالتها كويسة، لكن الليلة دي الوضع كان مختلف خالص. الجو كان شتاء، مطر وبرق ورعد وكل اللي قلبك يحب. الجو كان مقبض قوي. كنت حاسس احساس غريب، كنت حاسس كأني مش لوحدي في الشقة. وفجأة سمعت خبط على الباب. قمت اتفزعت من المكان. مين ده اللي هيجيني يخبط على شقتي وفي ليلة زي دي؟ دي العمارة فاضية، حتى ما فيهاش بواب. قمت ومسكت سكينة كبيرة من المطبخ ومشيت بالراحة خالص، وانا بحاول اتمسك نفسي من كتر الرعب اللي حاسه. قربت من الباب وبصيت من العين السحرية، لقيت بنت صغيرة كانت يدوب 7 أو 8 سنين، وكانت واقفة تلعب في فستانها وبصة في الأرض. بصراحة استغرابي وقلقي زادوا، لكن حاولت اتملك نفسي وكلمتها من ورا الباب. مين اللي بيخبط؟ مين اللي بيخبط؟ أنا يا عم لميس، احنا جيرانك في الشقة اللي جنبك. النور قطع عندنا ومحتاجين شمع عشان أختي خايفة قوي. فكرت شوية وانا مستغرب، مين دول وجم سكنوا امتى؟ بس رجعت وقلت لنفسي اكيد طول اليوم وانا في الشغل وباجي على الشقة على طول، فاكيد ما لمحتهمش، اكيد جم وانا بره. فقلت لها حاضر يا حبيبتي، حاضر، اسبقيني انتي وانا هجيب الشمعة وجاي. وفعلا جبت شمعتين كانوا عندي ولفيت نفسي بالروب عشان الجو كان برد، وخرجت رحت على شقتهم لانها كانت قصاد شقتي بالظبط. خبطت على الباب لقيته اتفتح، زقته بالراحة وقلت اكيد لميس سابته عشاني، فناديت عليها يا لميس، يا لميس، انا جبت الشمع، انتوا فين؟ سمعت صوتها من أوضة في آخر الشقة وهي بتقول لي أنا هنا يا عم، تعالى اتفضل. دخلت وانا الإحساس المقبض والرعب اللي كنت حاسس بيهم بدأوا يزيدوا. حاسسني مرعوب قوي ومش عارف السبب. بمشي بقدم خطوة وأخر 2، ولما قربت على الأوضة شفت خيال على الأرض. أيوة، كان في خيال خارج من الأوضة، خيال شكله مرعب لكائن كده، أكيد شكله بشع من بشاعة الخيال نفسه. رجعت بسرعة من الخضة والرعب، لقيت لميس بتنادي ادخل يا عم، تعالى مستنيين. وفجأة صوتها اتغير وبقى خشن وبشع، بعيد خالص عن صوت الأطفال، وبدأت تنادي وكأنها بتصرخ ادخل بقولك، ادخل يا عامر، عامر تعال احنا مستنيينك من زمان، ادخل. الصوت بدأ يصرخ بغضب، وانا بدأت اصرخ انا كمان، بس من الرعب والفزع. ورميت الشمع من ايدي وجريت على شقتي وقفلت الباب، وفضلت واقف وراه وانا قلبي كان هيخرج من صدري من كتر الرعب. سمعت زي خطوات تقيلة بتجري، وبابي بدأ يخبط بالراحة وبعدين بعنف، والكائن ده عمال يصرخ وينادي عليا بصوته المرعب، وانا قاعد في ركن الصالة عمال اقرأ قرآن وانا هموت من الرعب. فضلنا كده لحد اذان الفجر، وبعدها الخطوات مشيت وسمعت باب الشقة التانية بيتقفل، وده كان اخر يوم ليا في الشقة دي. لميت حاجتي ونفدت بجلدي، مش عاوز اعرف ايه ده ولا كان ايه اللي بيحصل. لكن من وقتها ورغم انه مر شهور على الحادثة دي، الا اني كل ليلة بشوف الكائن ده. ايوه، بيجيلي في المنام ويقول لي بصوت البشع احنا مستنيينك يا عامر، مستنيينك. ولحد هنا خلصت القصة. لو عجبتكم فما تنسونيش باللايك والكومنت. صباحو على خير.